اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في يوميات هودي. النهارده بقى فيديو جديد، روتين جديد. طبعا صحيت من النوم زي ما انتم شايفين الدنيا مبهدله جامد جدا. قلت بقى ان انا اقوم اروقها وانضفها زي ما انتم شايفين اهو. السجاده طبعا كان ابن اختي كان عندنا الحمد لله وسخ السجاده وبهدلها، فطبعا غسلتها قبلها بيوم. وطبعا الصبح زي ما انتم شايفين كده لقيت بقى طبعا الاولاد بقى بيذاكروا على الانتريه، مع ان الاوض بتاعتهم فيها مكاتب، لكن هم بيجوا يذاكروا على الانتريه وبهدلوه زي ما انتم شايفين كده. طبعا قمت بقى لميت كل الورق وكل الحاجات، حتى الكوبايات بتاع الشاي حاطينها سايبينها في الانتريه، ما حدش منهم شال اي حاجه. وزي ما انتم شايفين اهوت قلت لميت الورق كله اللي مرمي في الارض، وقلت بقى اتشجع معاكم واعمل وانضف الانتريه كويس وانتوا معايا طبعا، عشان انتوا كمان اللي مكسل يعمل اي حاجه يقوم هو كمان ويعمل ويتشجع، ما بقاش محتاج لاي حد، لان انتوا عارفين مفيش حد بيساعد حد ابدا. لو ما عملتيش حاجتك بنفسك مش هتلاقي حد يعملك، وكمان هتلاقي الشقه مش نظيفه نهائي. زي ما انتوا شايفين انا دايما ولادي مبهدلينها علشان قعدتهم دايما هم في الريسبشن هنا، فطبعا بيبهدلوه على طول. طبعا انا قلت بقى شلت الفرش اللي على الكنب ونضفته كويس جدا ومسحته كمان. جبت ميه فيها خل وحته قماشه نضيفه ومسحت بيها الانتريه. طبعا اهم حاجة ان الواحد يعمل الحاجة بتاعته، ما يحتاجش ان حد يجي يقول له المكان مش نضيف، الزبالة ديت. وبالذات لان الريسبشن قدام باب الشقة، ما ينفعش ابدا ان انا اسيبه كده، لان ممكن حد يجيلنا فجأة، فلازم الانسان ينظف حاجته اول باول، لان لانك ما تعرفيش مين ممكن يجيلك فجأة. لازم تكون الشقة نظيفة، لان الشقة عنوان الانسان اللي عايش فيها. طالما ان الشقة نظيفة هيقولوا على الشخص اللي في الشقة نظيف، لكن لو الشقة مش نظيفة هيقولوا ان الشخص اللي قاعد في الشقة مش نظيف. طبعا مش هنقدر نقول حاجة تانية، ممكن نقول معفن بس بس كويس كده نقول مش نظيف احسن، ما نقولش معفن. زي ما انتوا شايفين طبعا انا كراسي طبعا تحت الكراسي طبعا بقى كان مبهدلين لي الدنيا. اللي كمان بيشربوا الحاجة وممكن تقع الكوباية منهم، خلاص بقى اتبقعت وفي بقى فيها تراب، لان طبعا انت زي ما انا قلت لكم ان الشقة على الطريق بيبقى مليانة تراب جامد جدا. كل يوم لازم تكنسيها، لازم تمسحيها، والا هتبقى التراب عندنا هنا جامد جدا. طبعا كل حته انا كنت بشيل منها الكنبه بتاعتها او الكرسي كنت بمسحها كويس جدا واسيبها تنشف شويه واروح نقله الكنبه مكانها، علشان مفيش مكان طبعا هتشيلك الكنبه تحطيه فين عشان تمسحي الريسبشن كله مره واحده، ما كانش هينفع. فزي ما انتوا شايفين انا بقى بمسح بقى، وطبعا بمسح الحتت اللي هي الاركان اللي هي بتبقى بتتميلي دايما تراب. طبعا انا ابن اختي طبعا ما شاء الله صغير عنده 2 سنين، طبعا بهدل لي كمان الكراسي بتاع السفره وبقعها وبتاع. طبعا حاولت ان انا امسح فيها، طبعا هتشوفوه هنا في الفيديو مسحت حاجات كتير. خاصة ان كان اليوم دوت عيد ميلادي قبلها بيوم، وبصراحة انا ما رضيتش احتفل بيه لان مامتي كانت تعبانة وقعت على رجليها وكانت وجعاها وما قدرتش تيجي، فما رضيتش اعمل اي حاجه خالص. بس بصراحه انا الاولاد عندي ان هو تحتفلوا بيه، جابوا لي تورته حلوه، وبناتي الاتنين صراحه جابوا لي حاجات بسيطه، بس بصراحه انا كنت سعيده بيها جدا لانهم كفايه انهم يفتكروني. غير كده كمان الهديه مش بتمنها، الهديه بقيمتها، قيمتها المعنويه، ده اهم حاجه. غير كده كمان انا دايما بصراحه هما كل سنه بيحتفلوا بالعيد ميلادي، بس انا السنه دي ما رضيتش احتفل عشان مامتي كانت تعبانه، وزي ما شفتوا لان مامتي لما تخف هتبقى دي اكبر هديه بالنسبه لي، لان اخواتي صراحه كانوا عايزين يجوا وعايزين يحتفلوا معايا ويجيبوا لي هدايا، انا اللي رفضت لان مامتي كانت تعبانه زي ما انا قلت لكم، وقلت لهم لما ماما تخف، لان مامتي بالنسبه لي هي اكبر هديه. ربنا طبعا يخلي لكم ماماتكم كلكم ويخلي كل ام ولادها يا رب. زي ما انتم ما شايفين كده اهوت انا مسحت الانتريه اهي بميه وخل،
الخل بيبقى صراحة بيشيل اي ريحة، وفي نفس الوقت بيلمع جامد جدا. انا بحب صراحة ريحة الخل، ولانه كمان بيختفي بسرعة، فهو كمان مطهر في حد ذاته. زي ما انتوا شايفين انا نظفت الكنبه كويس جدا، وحطيت عليها الفرش التاني. الفرش الحمد لله ما كانش متوسع، وعلى فكره الفرش ده يمكن حامل انتريه شويه. زي ما انتوا شايفين اهوت انا فرشته. وطبعا ايه بمسح زي ما انا قلت حته حته تحت كل كنبه، لان انا عندي هنا هوت الريسبشن قدام باب الشقه على طول. فطبعا اللي بيدخل بالجزمه او الشوز فطبعا ايه بيبهدل المكان. فطبعا بضطر ان انا ايه ابقى حاطه حاجه يمسحوا فيها الجزم قبل ما يخشوا، لما يبقى فيها السجاد. اما السجاده طبعا انا غسلتها قبلها بيوم ونشرتها علشان ما ايه اتبقعت، فانا حبيت ان انا اغسلها على طول بسرعه، لان لو البقعه فضلت كانت هتفضل مبقعه ما كانتش راضيه تتشيل. لكن الحمد لله انا ايه غسلتها في ساعتها. زي ما انتوا شايفين كده برضو الكنبه التانية انا نفضتها، بس هي ايه زي ما انت اهو حطيت المناديل بتاعت الفرش مكانها. وطبعا ايه انا بعد ما نفضته شلت طبعا ال بتاعت الكنبه المخده. طبعا ايه انا ولادي ما شاء الله موقعين الاقلمه، موقعين التوك، موقعين كل حاجه زي ما انتوا شايفينها. بصوا القلم والتوكه وكل حاجه يعني الحمد لله. لان قعدتهم دايما هنا في الريسبشن في الانتريه، ما بيحبوش مثلا يذاكروا في الاوض بتاعتهم، يحبوا يذاكروا هنا. فعشان كده هو دايما تلاقي اكتر مكان ممكن يكون متبهدل هو الريسبشن. وزي ما انتوا شايفين بيوقعوا الازايز، بيوقعوا الكوبايات، لو اتكسرت المج اتكسر خلاص. في حتت منه موجوده تحت اهي زي ما انتوا شفتوا، حتت موجوده تحت الكراسي، ما فيش مشكله بالنسبه له، لان طبعا بتبقى السجاده محطوطه، فالحاجه طبعا بتبقى واقعه تحت الكنبه فمش شايفينها. طبعا انا شلت الحاجات ومسحتها كويس جدا بتاع دوت. وطبعا زي ما انتوا شايفين هي البقع بتبقى ايه مبقعه، الارض بتبقى مبقعه لما الحاجه بتقع فيها، زي مثلا الشاي، زي اللبن بتاعهم، زي النسكافيه، فطبعا بيتبقع ما بيرضاش يتشال، بيجي عليه التراب تحس انه كده ايه وقف. لكن طبعا انا ايه بمسح حته حته زي ما انتوا شايفين كده اهو. بمسح جزء، وبعد كده بسيبه ينشف شويه، وبعد كده بقى ايه برجع تاني الكرسي او الكنبه اللي كان في مكانه. طبعا انتوا عارفين ان الجو بقى ابتدى يسقع وبقى الجو سقع جامد، ممكن نكسل، بس على فكرة ما ينفعش ان احنا نكسل ابدا في حاجات يعني تبقى باينة تبقى ظاهرة. يعني مثلا زي الريسبشن لو كسلت عليه اولا هيبقى متبهدل جامد، فممكن ضيوف تجيلكوا فجأة، فهيبقى شكلنا وحش جدا جدا. ان لو حد جالنا والمكان مبهدل هيقولوا علينا ان احنا مش نضاف، هيقولوا علينا حتى لو ما قالوش في وشنا هيقولوا من ظهرنا كالعادة. دي الحقيقة، ساعات الانسان ممكن ما يقولش من قدامك لكن بيقول من وراك. مش هتقدري تمسكي لسان كل واحد، ممكن يتكلم عليكي من ورا. فطبعا ايه الواحد لازم حتى لو تعبان بيحاول يقوم ويعمل. طبعا ساعات بتبقى فيه مساعدة من البنات، وساعات لا طبعا الحمد لله، لان طبعا هم بيذاكروا وحجتهم المذاكرة. انتوا عارفين بقى طبعا الاولاد في الدراسة حجتهم انهم بيذاكروا دلوقتي. تيجي تطلبي من البنت حاجة، معلش اصل انا يا ماما بذاكر، اصل انا يا ماما ورايا حاجات، اصل انا يا ماما ورايا حفظ، اصل انا يا ماما مش هكذا. فطبعا مين اللي هيعمل؟ انتي، مفيش حد بيعمل. الصبيان مش هيعملوا اي حاجة، الصبيان هم بيبهدلوا فقط لا غير، متخيلين ان لا طالما ان في بنات في البيت يبقى احنا ما نعملش حاجة، احنا ما نساعدش في حاجة. طالما ان في بنت يبقى المفروض ان البنت هي اللي تعمل. ده رأيهم، ده تفكيرهم، مع ان المفروض سواء ولد سواء بنت المفروض انهم يعملوا ومع مامتهم ويساعدوهم. زي ما انا بقولك انا ساعات بصراحة بناتي بيساعدوني، بس في اوقات كتير لان بيبقى وراهم مذاكرة فعلا وامتحانات، واليومين دول خلاص ابتدت الامتحانات هتبتدئ، فطبعا بيذاكروا فهم مش فاضيين انهم يعملوا اي حاجة، هما بيبهدلوا فقط لا غير. زي ما انتوا شايفين اهوت. بصوا اهي الحاجه وقعت جه عليها تراب لزقت، طبعا لازم تمسحيها كويس جدا. طبعا شلت الجزامه ومسحت وراها،
وهكذا. لان ايه الحاجات دي بص، وعلى فكره مفيش حاجه بتخلص، لازم كل شويه تمسحي، لازم تروقي، لازم تغسلي، لازم تغسلي مواعين، مفيش حاجه هتبطل صراحه. دايما الحاجات دي دايما شغاله كل يوم، روتين يومي. شغل البيت روتين يومي. زي ما انا قلت لكم الكراسي طبعا ابن اختي كان مبهدلها. طبعا انا شلت طبعا السفره، يعني انا كنت حطاها تحت التلفزيون على طول. كنستها وشلت منها بتاع، طبعا الاسلاك بتبقى دي بتاعت التلفزيون اصلا، وبتاع الريسيفر، وبتاع كمان الراوتر بتاع النت زي ما انتوا شايفين. طبعا كنستها وشلت حاولت اشيل فيشه واحده بس، حتى لان الفيشه التانية كانت متوصله بالراوتر وكان الاولاد بيذاكروا عليها. فطبعا كنست كويس ومسألة. طبعا البلكونه ببقى دايما فاتحاها اول ما بصحى من النوم، علشان تهوي الشقه وتديها بقى كده ايه، روح كده وايجابيه كده وطاقه كده. لان على فكره دايما لو انت مثلا قافله الشبابيك او قافله البلكونات، بتديكي طاقه سلبيه جدا، بتحسي ان اليوم الدنيا مغيمه، مفيش روح، مفيش نشاط، مفيش طاقه. عشان كده اول ما بصحى حتى لو الجو ساقع بفتح الشبابيك، باخد الطاقه والحماس اللي بيخليني اقدر ان انا اكمل اليوم. طبعا انا بمسح زي ما انتم شايفين الكراسي كويس جدا، لانها متبقعه من ابن اختي. حاولت ان انا طبعا ادعكها كويس قوي عشان تتشيل. احلى حاجه ان القماشه دي عامله زي القماش اللي هو ايه، بيسموه ايه، بصي هي مش قطيفه، هي نوع تاني كده، زي ايه، مش عارفه اسمها ايه مش فاكره دلوقتي اسمه ايه، بس بصراحه ايوه زي الشمواه. عارفه الشمواه؟ هو كده القماشه دي عامله زي الشمواه. فطبعا زي هي شفتوا بشيل، انا بشيل وراه على طول زي ما انتوا شايفين، بشيل البقعه او بقعد ادعك واعمل فيها. عشان تعرفوا احنا كستات البيوت ما بصراحه ما بنقعدش، مش بنرتاح. ليه؟ لا، وبالذات اللي عنده عيال، اللي عنده عيال ما بيرتاحش. مع ان انا ولادي مش صغيرين، اللي هم الصغيرين كده. انا مثلا عندي بنت 10 سنين والتانية عندها 12، فطبعا مش يعني مش كبار قوي، لا مش صغيرين قوي. بس هي المشكلة انهم برضو عندهم دلع جامد وبيبهدلوا هم كمان. زي ما انتوا شفت انا خلصت السفرة اهيت وشلتها، حط بتاع دوت ومسحت تحتيها بقى. ابتديت طبعا الجزامة امسح الرمودات كلها وامسح الجزامة كويس، بس انا بمسحها بالمناديل زي ما انا قلت لكم اللي هي المبللة، علشان ما بحبش احط مية مباشرة على الخشب، لانها ايه، اولا ما بيديش، بيدي الخشب يبقى مطفي، وفي نفس الوقت غلط لانه بيبوظ الخشب فيما بعد. زي ما انتوا شايفين اهوت انا مسحت الجزامه حته حته. وبعد كده هو طبعا ايه، انا عملت معاكم قبل كده ترتيب الجزامه وتنفيضها، وغسلت كمان الجزم والكاوتشات اللي كانوا فيها، عملتها حته حته معاكم. دي الجزامه دي اللي هي ايه، الباب بتاعها جرار، مع ان انا بصراحه ما بحبش الحاجه اللي بجرار، مع ان اوضه النوم بتاعت الاولاد واوضه نوم الصبيان وبتاعتي كمان جرار، بس الدواليب بتاع اوض النوم عادي انها تبقى بجرار. لكن بصراحه الجزامه تعبتني جدا وهي بالجرار. انا بحب انها تبقى مفتوحه الاخر عشان ابقى شايفه كل الجزم حته واحده، لكن لما بتبقى بالجرار جزء بس هو اللي بيتفتح والجزء التاني ما بيتفتحش، فدي بقى مش حلوه صراحه. ده غير كمان انها هي على قد الجزمه بس، يعني الدرج بتاعها على قد الجزمه. انا كنت نفسي صراحه تبقى عاليه شويه، عشان لما اجيب اللي هي ايه المنظم بتاع الجزم احط واحده فوق واحده، هتبقى ايه واخده حتى كمان كميه اكبر، وهتبقى منظمه وشكلها اجمل. لكن هي لا، البتاع بتاعها اللي هي الادراج بتاعتها صغيره، يا دوبك على قد الشوز بس اللي محطوط فيها الطول بتاعها. فزي ما انتوا شفتوا كده انا خلصت اهي الشقه ومسحتها ونضفتها، وكمان حطيت كنت هحط ارش اي معطر، بس بنتي كانت بتكح فمرضتش ان انا احط اي معطر ارشه،
لانه غلط جدا. اي حد بيكح اوعي ترش اي حاجه او روايح قويه، ده بيتعبوا جامد. طبعا دي الحاجات اللي بنوتي هي واختها جابتها لي. هم عارفين ان انا بحب قوي الحاجات اللي هي خاصه بالسكين كير، اللي هي الحاجات الخاصه بالعنايه بالبشره بالجسم بكل ده. طبعا جابت لي جولي ايفا، ده مقشر للحواجب. كمان جابت لي اللي هي مقشر للجسم ده بتاع ايفا برضو. عجبني صراحة. ريحته كمان حلوة. طبعا ده بقى ايه، كان فريش، ده فريش دوت بريحة الورد دوت للايد. جميل قوي قوي قوي. وهنا كمان فريش بس للجسم، ريحته بريحة العود. انا ما بحبش الروائح التقيلة لانها عندي حساسية من الروائح التقيلة، لكن بصراحة ريحة العود دي، ريحة اللي هي الخفيفة دي، ريحة جميلة جدا. وكمان الكريم ده كان جميل جدا جدا، اللي هو مش كريم، غسول. ده كمان كريم ايفا بالخيار، انا بحبه جدا. فطبعا دي الحاجات اللي جابتها لي الاولاد، وبصراحه كتر خيرهم انهم افتكروا عيد ميلادي وجابوا لي. دلوقتي بقى قلت احضر لهم الفطار، فطار حلو كده جميل. انا بحب ايه، اعمل الفول بالطماطم والفلفل. بقطع طماطمايه كبيره حتت صغيره زي ما انتم شايفين، وفلفل او فلفلتين اقطعهم برضو حتت. طعمه جميل قوي يا جماعه. الفلفل ده ما يبقاش حراق، الفلفل ده انا بحبه يكون بارد، علشان الحاجات الحراقه انا ما بستحملهاش صراحه. تبقى قويه. وكمان انا ما برضاش ان انا ايه اكل الاولاد حاجات حاره جامد، يعني تبقى بالمعقول. طبعا انا بسيبها تتدبل بس، تبقى دبلانه فقط، وبعد كده بحط عليها الفول. بصراحه بتدي طعم ونكهه جميله جدا جدا جدا، احسن بكتير من انك تاكل الفول كده. بتحس كده ان ايه، بص ان ولا منه فول اللي هو اللي احنا بناكله الفول، وفي نفس الوقت بتديله طعيمه كده او طعم حلو جميل كده. طبعا انا بحط بقى ملح وبحط فلفل، بقى ملح وكمون، مش فلفل، ملح وكمون. طبعا انا بحط ملح ايه يا دوبك مثلا ايه نص معلقه او كده. هما اولادي انا بيحبوه الملح يكون زياده شويه، انا ما بحبش الملح الزياده، انا بحب الملح يكون مظبوط فقط لا غير. بس طبعا ساعات بحطها لهم زي ما هم عايزين، يعني ما بتفرقش زي ما انتم شايفين اهو. انا بقى ايه بس يا دوبك بياخد التسخينه وبعد كده بشيله. قلت طبعا كان ايه عندي بيضتين، انا هم بيحبوا البيض مسلوق، وهما كانوش عايزين ياكلوا البيض المره دي. انا هجي عملت ايه البيضتين بقى اللي كانوا موجودين لغايه ما اروح اشتري بيض، عملتهم اومليت. انا بحبهم كده بالطريقه دي، بحط معلقه زيت، انا ما بحبش انها تبقى فيه سمنه، هي زيت بس. واروح ايه حاطه البيضتين بضربهم كويس جدا، وبعد كده هو بحطهم في الطاسه التيفال، علشان طاسه التيفال ما بتلزقش. وكمان بقدر ان انا اقلب اللي هي ايه بتبقى عامله زي الفطيره، بقلبها، وبتبقى طعمها صراحه تحفه جامد جدا. او زي ما انتم شايفين اهو، انا بحاول ان انا ايه يبقى ايه اسويها بنفس حجم الطاسه بالظبط. بتاع دوت. بعد كده هو انا طبعا لما بتيجي تعمل بروح قلبها زي ما انتم شايفين كده هو، عشان اسويها من ناحيتين. انا ما بحبش البيض اللي هو البيض العيون اللي بيقولوا عليه، لانه مش بيبقى مستويه كويس قوي. انا بحبها كده بالطريقه دي. طبعا كل واحد ليه طريقه يعمل بها البيض او لها الاكل. طبعا زي ما دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين الفطار. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون نال اعجابكم. لو نال اعجابكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايكات كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.